صدمت الفنانة ياسمين صبري جمهورها في أحدث حواراتها وقالت: "أنا عزيزة على نفسي جدا وحريصة على حياتي". وأضافت: "أنا خليفة الله وأصنع قدري والكون كله مسخر لخدمتي، ولهذا أستطيع التحكم حتى في الجماد فيه، وأنا امرأة مؤمنة وأربط أي شيء أعلمه بالدين الإسلامي". أحرص أن أسمع نفسي كلمات الرحمة، تقول ياسمين صبري، حتى أكون متصالحة مع نفسي والآخرين، ودائما في المواقف الصعبة ألجأ إلى الله وأرجع له، ولا أستطيع مقاومة دموعي، لأن الدموع مهمة لأي إنسان بدل الكبت الذي يضر صاحبه. وقالت: "أنا امرأة منضبطة ولا أرتكب الأخطاء بسبب تربية جدتي ونصائح مدربي الذي كان يقول لي: الشخص الذي يسعى إلى النجاح والاختلاف لابد أن يدفع الضريبة، والجيل الجديد ينقصه الانضباط". وأعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل سلبي على هذا الجيل. ولفتت ياسمين صبري في نفس الحوار إلى إيمانها بكرم الله عليها منذ صغرها، حيث كانت لها القدرة، تقول، على جذب الأشياء التي تحلم بها، وتؤمن بأن الشخص يجب عليه أن يعرف عيوبه ونواقصه كي يصححها. وفيما يتعلق بالهجوم الذي تتعرض له ياسمين صبري من حين لآخر، قالت: "لا أهتم بالتعليقات السلبية، وكل شخص معرض للانتقاد، ولو لم يتعرض لذلك إذن وجب عليه البقاء بالمنزل، لأن النجاح له ضريبته".